وقعة حزينة ومأساوية وعذاب عاشته الحاجة بدرية أحمد إبراهيم قبل ما تتوفى بسبب انعدام الضمير المهني لطبيب عظام مشهور وله عيادات وشغال في مستشفى خاصة في الشيخ زايد بالجيزة. النيابة العامة أمرت باستخراج جثمان الحاجة بدرية بعد مرور حوالي شهر أو أكتر على وفاتها من قبرها لفحص الجثمان جنائياً بعد ما بنتها إسراء هيكل كشفت عن اللي أمها تعرضت له على إيد الطبيب وقدمت كمان بلاغات رسمية. فتعالوا معي أعرفكم قصة الحاجة بدرية المأساوية اللي انتهت برحيلها وحرمان بنتها منها. القصة كشفتها بنتها إسراء على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: أمي من كام شهر وقعت على السلم وجالها انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية. كشفنا عند دكتور عظام مشهور في الشيخ زايد وقال لنا لازم تعمل عملية استئصال 3 غضاريف على الفقرات القطنية. الدكتور طمنهم وقال لهم إنها هتمشي على رجليها بعد العملية بساعتين، بس العملية مش هينفع تتعمل جراحة ولازم تتعمل بالميكروسكوب بسبب معاناتها من مرض السكر. أسرة الحاجة بدرية وافقوا واتفقوا مع الدكتور على كل التفاصيل وحدد لهم كمان ميعاد العملية بعد ما عملوا الفحوصات والتحاليل المطلوبة، وقرر يعملها لها في مستشفى خاصة في الشيخ زايد مقابل 60,000 جنيه. إسراء هيكل قالت إن العملية تمت يوم 22/5. ماما دخلت العمليات الساعة 1، ماما طالعة من العمليات الساعة 5:15، داخلة 1 الظهر طالعة 5:15 العصر. وبعد ما خرجت الدكتور كان عايز يمشي ماما من المستشفى بأي شكل وبيتهرب من عمل أشعة وعايزة تخرج من المستشفى في نفس اليوم. طبعا بنتها رفضت تخرج أمها لأنها كانت تعبانة جدا ومش قادرة تمشي على رجليها زي ما الدكتور قال هتمشي بعد ساعتين. كمان بنتها قالت إن الدكتور ده كان رافض تماما إن أي حد يدخل معاه أثناء العملية ولا نائب الجراحة حتى. الكارثة بقى إن أسرة الحاجة بدرية اكتشفوا وهم بيحموها في المستشفى تالت يوم العملية إن في بلاستر كبير كان على ظهرها وفك، واكتشفوا جرح كبير طوله حوالي من 12 ل 15 سنتي. طب إزاي والعملية المفروض بالميكروسكوب؟ على طول كلموا الدكتور وقالوا له إحنا ما اتفقناش على جرح واتفقنا إنها ميكروسكوب عشان هي مريضة سكر، وعشان خاطر هو يداري الموقف وما تعملش مشكلة في المستشفى قال خلاص أنا هرجع لكم من حق العملية 15,000 جنيه. وكان أهم حاجة عند الدكتور إننا نعمل خروج من المستشفى ونمشي. إسراء قالت كمان خرجنا من المستشفى في اليوم ده وخدنا ماما في الإسعاف وطلعنا على مستشفى تاني عملنا لها رنين مغناطيسي وكان بتاريخ 24/5 في مستشفى النيل، وطلع تقرير ومكتوب رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية مكتوب فيه إن هو لم يتم استئصال الغضاريف لسه زي ما هي، وإن الدكتور أصاب الأم الجافية ودي بقى خلايا وأنسجة متصلة بالجمجمة وبالعمود الفقري. كذا دكتور شاف ماما وقال إن الغضاريف زي ما هي، إن الطبيب أصاب الأم الجافية وطول فترة العملية كان بيحاول يرمم في الأم الجافية وملحقش يستأصل غضاريف عشان الحالة كانت خلاص بدأت تفوق والبنج يزول مفعوله، فاضطر إنه يقفل الجرح ويخرجها من العمليات. الصدمة كمان إن بنتها بتقول لما حاولنا نتواصل مع الدكتور ونقول له إن الجرح صعب قوي وعامل زي التهاب وعامل صديد، وده كان تالت يوم العملية والجرح عمل خراج رابع يوم العملية، وبعدها ما كانش بيرد وكان دايما بيتهرب منهم. وبعد كده هو والناس اللي شغالة معاه في العيادة عملوا لنا بلوك من كل حاجة. إسراء كملت وقالت ماما تعبت جدا وجالها التهاب نايكروزي وده صعب جدا لحد ما ماتت أول يوم عيد الأضحى، وأنا عملت محضر ضد الطبيب وبناشد كل المسؤولين يجيبوا لي حق ماما وعليه. وبعد مرور شهر على الوفاة وافقت النيابة العامة على طلب الأسرة باستخراج الجثمان من القبر وإجراء الصفة التشريحية من قبل الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة بشكل دقيق وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن إهمال طبي أو خطأ مهني جسيم.